اهي دي بقى الاكله اللي محدش فينا بيختلف عليها خالص، الكشري المصري سواء عملناه في البيت او اشتريناه من بره كلنا بنحب طعمه. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه خالص، غدا سهل وسريع، مش هيوقفك في المطبخ كتير خالص. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. هتخلي كل اللي ياكله من ايدك هيسالك انت شاريه منين من حلاوته. معايا هنا بصل متقطع شرايح بالشكل ده، هضيف معلقتين من الدقيق عليه ومعلقتين من النشا واخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وفي طاسه على النار بقى هنزل بكميه حلوه كده من الزيت، وما تقلقيش خالص، الزيت ده هنستخدمه في الوصفه كلها. هبدا احمر البصل الاول لحد ما يوصل لونه للون الذهبي بالشكل ده، وبعدين هصفي الزيت ده واستخدمه معايا في باقي الوصفه. هبدا اسلق المكرونه بميه وملح وبمعلقه زيت برده، واسلق العدس بعد ما اكون غسلته كويس. وبعدين في طاسه تانية على النار كده هنزل بمعلقتين من زيت البصل، عليهم 3 4 معالق من الثوم المفروم بالشكل ده. ابدا اشوح الثوم كده، اول ما اشوح الثوم اخد منه معلقتين على جنب، هعمل منه دقه الكشري، بتبقى حلوه قوي بالشكل ده. وهضيف ربع كوبايه من الخل ومعلقتين كبار من الصلصه، اقلبهم كويس مع بعض، واضيف عليهم لتر من عصير الطماطم. وبعدين اضيف بقى البهارات، ملح وفلفل اسود كمون كزبره، ونص معلقه من السكر كده عشان الحموضه. وبعدين برضو بشويه كده من زيت البصل هحمر كوبايه من الشعريه بالشكل ده. يعني احنا استخدمنا الزيت في كل الوصفه. ابدا انزل بالرز، اقلب الرز كويس، اضيف عليه البهارات ملح وفلفل اسود كمون كزبره. وشوفي بقى مقدار الرز بياخد قد ايه ميه عندك، كل رز بياخد مقدار معين. ظبط مقدار الميه كده بالشكل ده. بص ما خدتش وقت خالص، وبجد غدا حلو وسهل وسريع مختلف يعني. وبعدين هعمل الدقه بتاع الكشري بقى. معلقتين التوم اللي انا شلتهم هضيف عليهم ربع كوبايه من الخل، واضيف عليهم عصير ليمون، واضيف عليهم بهارات ملح وفلفل وكمون وكزبره. اقلب كويس، وبعدين اضيف عليهم كوبايه كامله من الميه. كده معايا الدقه جاهزه، طعمها حلو قوي لو جربتوها بالطريقه دي، حلوه بجد يعني. كده معانا الرز بقى جاهز بالشكل ده، ومعايا كمان الصلصه جاهزه. هبدا اعمل بقى الشطه بتاع الكشري اللي احنا بنحبها كلنا. معلقتين برضو من زيت البصل هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الشطه، اقلبهم شويه كده. وبعدين اضيف عليهم ربع، يعني ايه، كبشه كده من صلصه الطماطم، بتخلي طعمها حلو قوي. واضيف عليها برضو ربع كوبايه من الدقه. جربوها بالطريقه دي، متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم، هيبقى قوامها بالشكل ده حلو قوي. هنا بقى البوتاجاز اتملى، هنا يبقى الكشري خلص. هنبدا نغرفه بقى. انا بغرف الرز الاول، اغرفيه بالطريقه اللي انت عايزاها، وبعدين احط المكرونه، وبعدين العدس. ممكن كمان لو بتحبوا الحمص تسلقي حمص وتحطيه معاه. بعدين الصلصه على الوش كده، وبعدين شرايح بصل، يعني زي ما انت حابه تغرفيه اغرفيه. بجد طعمه كان حلو جدا، وما خدش وقت خالص زي ما احنا كلنا متخيلين يعني، وبياخد شويه